بسم الله الرحمن الرحيم. بيبدأ الفيلم سنة 1949 وقت الاحتلال البريطاني على الهند، ودي الملكة لادا تكون موجودة في غابة عادل الآباد مع جوزها الملك وجنود. بتقابل الطفلة مالي بظروف وهي بترسم لها على إيدها بتغني لمامتها أغنية جميلة، ومن جمال صوت مالي الكل بيكون مركز معاها حتى الطيور بتيجي على صوت. وبنشوف جوزها الحاكم سكوت وهو راجع من الصيد هو وجنود، بتقول له البنت دي صوتها حلو أوي وكمان رسمها وأنا عاوزاها معايا. قال لها وماله يا حبيبتي، وبينادي على إدوارد قال له خلص فيها. إدوارد بيرمي لهم 2 جنيه استرليني، بيكونوا فاكرين الفلوس دي عشان الأغنية اللي غنتها، ولكنهم بياخدوا مالي ويمشوا. محدش بيقدر يتكلم طبعا، لكن الأم مش بتسكت وبتجري وراها، بتترجاها ترجع لها بنتها، لكن الملكة بتقول لهم ابعدوها. بتروح تقعد قدام العربية وبتقعد تتحايل عليهم يرجعوا بنتها. الجندي بيطلع مسدسه وبيكون خلاص هيقتلها، لكن الملك بيقول له استنى، انت مش عارف قيمة الرصاصة اللي في الماسورة دي؟ الرصاصة دي صناعة انجليزي، عبرت بحور وبحور عشان توصل هنا، يعني تمنها 1 جنيه استرليني. هتضيعها على حشرة زي دي؟ اقتلها بأي حاجة تانية. ما بيكدبش خبره وبيروح يجيب خشبة وبيضربها بيها على راسها بيغمى عليها. بعدها في دلهي بيحصل هجوم ومظاهرات على قسم الشرطة البريطاني عشان يتقبض على قائد الناس دي كلها. الناس بتكون كتيرة جدا وبيمسكوا السور يهزوه كانوا هيوقعوه. في الوقت ده بيرمي واحد فيهم طوبة بتيجي في صورة حاكم انجلترا بتوقعها على الأرض. قائد الشرطة بيقول لهم بصوت واطي هاتولي الواد ده، لأنه بيكون متأكد إن مفيش حد فيهم هيفكر حتى إنه يخرج بره السور ده. بيظهر بطلنا واللي هو الضابط راجو، بيخرج عليهم وبينزل فيهم ضرب، لكنهم بيتلموا عليه من كل اتجاه وبيضربوا واحد فيهم بطوبة على راسه وبيتكتروا عليه، لكنه بيبدأ يكسر ايديهم ويضرب فيهم واحد ورا التاني من تحت، وما بيكونش شايف قدامه غير الواد اللي حدف الطوب. بيجري عليه وبيقدر يجيبه من وسطهم بعد صراع كبير معاهم وبيرميه تحت رجل القائد. محدش بيكون مصدق اللي حصل، وبيروح راجل يغسل وشه وبيرجع يقف لهم زي الاسد تاني ونظرات عينيه كلها تحدي. بعدها بنروح ليوم ترقيات الضباط، ودي بتكون بناء على كفاءة الضباط طول السنة. بيترقى 3 ضباط بس بيندهوا على الاسامي. اول ضابط بيكون بريطاني والتاني والتالت بيكون بريطاني برضه. راجو بينصدم وبيكون في منتهى الغضب. بعدها مستشار هندي بيروح لإدوارد وبيقول له آخر مرة راح الحاكم سكوت عادل الآباد المدام بتاعته أخد الطفلة منه، والحكومة الهندية بتقول من الأفضل إن البنت دي ترجع لأهلها. بيقول له إدواردو المفروض إن إحنا ننفذ كلام الحكومة بتاعتك دي. قال له أنا بس حبيت أعرفك إن القبيلة دي لها كبير، ومش أي كبير، كبيرهم وحش ما بيعرفش الرحمة، ومستعد يعمل أي حاجة عشان يرجع الطفلة دي لأهلها. بيقول له يعني هيقف في وش جيش بحاله؟ بيقول له لو 1000 جيش هيحط لهم خطة ويقدر عليهم ومحدش هيقدر يوقف. بيقول له انت جاي تهددني؟ قال له انا مش جاي اهدد، انا جاي اعرفك بس ان البنت دي لو ما رجعتش الزعيم ده هيخلص عليكم ومفيش حاجة هتوقفه لحد ما يرجع البنت. قال له طيب اديني اسمه. قال له ما هي دي المصيبة، انا معرفش عنه اي حاجة، وكمان بدأ من فترة هو موجود هنا في دلهي متخفي بين الشعب، وانا كده قلت لك اللي عندي. وبيسيبه ويمشي. ونروح نشوف الوحش اللي كان بيتكلم عنه القائد السياسي من شوية. بيكون واقف في وسط الغابة ومعاه دم بيحطه على دماغه. بيكون في ديب قدامه فبيجري منه عشان يصطاده. بيهجم النمر على الديب فبيهرب الديب، وبيكمل النمر جري ورا بيم، وبيتصدم اصحابه بيقولوا ده طلع نمر مش ديب، لو النمر ده داخل جوه المصيدة هيكسرها. وفعلا النمر بيكسرها، لكن بيم بيمسك السلاسل وبيحاول انه يقفلها ويربطها، لكن لسوء الحظ الحبل بيتقطع. بينده على زمايله بيرموا له المنوم فبيرميه في وش النمر، بينام عليه. بيم بيقول للنمر ما تزعلش مني يا صاحبي، انا محتاجك عشان اوصل لهدفي. بعدها بيقول لاصحابه احنا بقالنا 6 شهور في دلهي ومش عارفين نوصل لحاجه، ما بقاش قدامنا دلوقتي غير القصر البريطاني، اكيد هتكون موجوده هناك. بنروح له هو في شغله اللي بيكون متخفي فيه. بعدها بيعمل ادوارد اجتماع بيجمع فيه المسؤولين والحاكم ومراته. بيقول لهم في شخص عاوز يهجم على قصر الحاكم عشان ياخد البنت الخاصه بمراته، وبما ان الموضوع يخص الحاكم فاحنا لازم نتصرف في اسرع وقت. بيقوم الشخص ده وبيقول له بسيط، اديني اسمه وانا هجيبه 24 في خلال 24 ساعه. بيقول له ادوارد ما هي دي المشكله، احنا ما نعرفش لا اسمه ولا حتى شكله، ما نعرفش عنه اي حاجه، وكمان المشكله الاكبر انه متخفي دلوقتي وسط الشعب. بيبصوا لبعضهم وبيقولوا كده تبقى مهمه مستحيله. مرات الحاكم بتقول لهم اللي هيجيب الشخص ده هيترقى لضابط خاص. في الوقت ده بيظهر البطل راجو وبيقول لها عاوزاه حي ولا ميت. بيقول لها الواد ده بطل وما تقلقيش هيجيبه. قالت له طيب لو جبته ميت لك مكافأة كبيرة، ولو جبته عايش هتترقى لضابط خاص. بيديها التحية ويمشي عشان يبدأ يدور عليه. بيقول للمساعد بتاعه احنا مش هنعرف ندور في ديليه كلها، وبما ان هو عايز البنت اللي في القصر يبقى هو موجود في مكان حوالين القصر. بيقول له طيب واحنا هنجيبه ازاي من وسط الشعب؟ بيقول له بنفس الطريقة اللي هو بيفكر فيها، هندخل متخفيين وسط الشعب وهنقعد مع الجماعة المعارضين للنظام واكيد هنوصل لحاجة. بنشوف فيم هو واقف قدام القصر وباعت واحد من رجالته عشان يدخل القصر في وسط الخدم، ولكن حراس القصر بيكتشفوا انه مش معاه شهر وبينزلوا في ضرب. بيل بيكون خلاص هيتدخل
بتتدخل في الموضوع، لكن بتيجي القمر دي وبتنقذه واللي اسمها جيني. بتقول للحارس انت بتضربه ليه؟ ده انسان مش حيوان يا حيوان. في الوقت ده بيم بيعجب بيها جدا. زميله بيرجع له تاني فبيقول لهم البنت دي قلبها طيب، لو عرفت صاحبها اكيد هتدخلني القصر. بنشوف راجو وهو رايح اجتماع وسط الناس المعارضين للنظام البريطاني، وقائدهم بيقول احنا لازم نقتل الحاكم جورج. راجو بيقول له طب ايه رايك نقتل الحاكم سكوت؟ انا عندي خطه نخش بيها القصر ونقتله. قال له لا احنا هنقتل جورج. في الوقت ده بيروح واحد من رجاله بيم وبيقول له انت بجد تقدر تدخل القصر؟ قال له طبعا ببساطه جدا. قال له طب انا محتاج منك مساعده، انا جيت هنا مع اخونا وقائدنا عشان نرجع البنت اللي خدتها زوجة الحاكم. قال له اكيد هساعدكم، بس قول لي فين هو القائد بتاعه. قال له هاخدك ليه، تعالى معايا. بيفضلوا ماشيين لحد ما بيقابلهم كمين، بيروح يقرب من الضابط وبيقول له انا ضابط في مهمه سريه وتعامل معايا عادي كاني واحد من الشعب، وبيديله اثبات الهويه. بيروح يوري الكارنيه للضابط بتاعه، قال له ده فعلا ضابط. بيرجع لراجو تاني وبينسى وبيديله التحيه. في الوقت ده لاتشو بيعرف انه ضابط وبيهرب منهم. راجو بيفضل يجري وراه لكنه مش بيقدر يمسكه وبيتخفى منهم وسط الزحمه وبيختفي منهم في وسط الزحمه. راجو بيكون واقف فوق الكوبري ومن تحت الكوبري في نفس الوقت بيكون موجود بيم. لاتشو بيرجع لبيم وبيحكي له على اللي حصل. بيم بيقول له خلاص بس ما تتحركش تاني ومحدش فيكم يتحرك الا باذني. في الوقت ده بيكون قطر البترول معدي، بيكون في عربيه مفتوحه والبترول بينزل على عجل تنفجر العربيه وبيكون في طفل تحت الجسر لكن مش بتنزل عليه. بتكون عربيات القطر التانية على وشك الانفجار. بيكون بيم واقف تحته ومش عارف يتصرف. بيشاور له راجو وبيعملوا خطة بالمشاورة. بيروح بيم يركب الموتوسيكل وراجو بيركب الخيل وبيديله الحبل. كل واحد منهم بيروح في ناحية وبيم بينقذ الطفل في آخر لحظة. راجو بيقابله من الناحية التانية بيديله العلم وبياخد منه الطفل. بيخرج الطفل لبر الأمان وبيرجع له تاني يمسك إيده. بيكونوا الاتنين في منتهى السعادة، بيتعرفوا على بعض. بيقول له أنا راجو، قال له أنا بيم. بيقربوا هما الاتنين لبعض أكتر وصداقتهم بتزيد جدا يوم عن التاني لحد ما بيحكوا لبعض كل أسرارهم إلا سر واحد عند كل واحد فيهم. راجو مش بيعرفه إنه ظابط وبيدور على شخص ما يعرفش عنه اسمه ولا شكله، وبيم مش بيعرفه ان هو الشخص اللي عاوز يدخل القصر عشان يرجع البنت اللي اتاخدت من قبيلته. بنشوف راجو وهو ماسك سلسله وسرحان في حب حياته. بيدخل عليه بيم وبيقول له انت بتحبه ولا ايه؟ قال له دي حب الطفوله. ويا ترى مرات اخويا اسمها ايه؟ قال له اسمها سيد ومعاها النص التاني بتاع السلسله دي. بعدها كل واحد بيستمر في مهمته وراجو بيرسم صوره لاتشو ويروح يدور عليه في كل مكان. وبيم بيشوف جيني تاني وبيسرح في جمالها. راجو بياخد باله وبيقول له ايه هي الموزه دي عجبك؟ قال له عجباني جدا بس مش عارف اوصل لها. قال له الحب محتاج إرادة، خليك وراها واعمل المستحيل عشان توصل لها. قال له أعمل إيه يعني؟ قال له خليك ماشي ورايا وأنا هقولك. بيروح وراها وراجو بيرمي مسامير قدام العربية. عجل العربية بينام. بتتكلم مع بيم لكنه مش بيكون فاهم منها حاجة. راجو بيترجم لهم. بتقول له مفيش حد يصلح لي العربية. قال لها أنا هصلحها لك في 5 دقايق. قال لها راجو مفيش حد هنا بيصلح بس هو معاه مكنة وبيقول لك تعالي وأنا هوصلها. قالت له بجد ممكن يوصلني للسوق؟ قال له راجو هتوصلها للسوق؟ قال له لا مش هوصلها. قال لها بيقول هياخدك يوصلك حالا. وفعلا بياخدها على السوق وبيشوفها بتختار مقاسات اطفال. قال لها ده مش مقاسك، ده مقاس اطفال. بعد كلام كتير بتفهمه قالت له ده مش ليا، ده للطفله اللي عندنا في القصر اللي اسمها مالي. ما بيفهمش غير كلمه مالي. بيتصدم ومش بيكون مصدق انها موجوده في القصر عنده. بيصنع غويشه وبيكتب عليها رساله بيديها الغويشه يقول لها اديها للطفله مالي هتفرح بيها قوي. وبيسالها ممكن اجي عندكم اشرب الشاي؟ بتضحك وبتقول انا مش فاهمه منك حاجه. بيسالها عن اسمها. قالت له جيني. بتديله دعوه الحفله في القصر وبتقول له يا ريت تيجي. بعدها بتروح للبيت وبتدي الغويشه لمالي. مالي بتقرا الرساله المكتوبه على الغويشه. تعرف ان بيم هو اللي بعت لها الغويشه. تفرح وبتاخد جيني بالحضن. بعدها بيم بيروح لراجو بيقول له ايه الاخبار، انبسطت؟ قال له جدا. قال له طب اتعرفت عليها اسمها ايه؟ قال له اسمها طويل جدا بس انا حفظته. اسمها بعد اذنك ما تقولش سيدتي تاني، انا اسمي جيني. بيضحك عليه وبيقول له يا غبي دي بتقول لك ما تقولش ليها سيدتي تاني وان اسمها جيني. قال له طب هي ادتني الورقه دي وانا مش فاهم منها حاجه كلها كلام انجليزي. قال له دي دعوه الحفله وكمان هتبدا النهارده، سيبك من الاكل ده ويلا عشان تجهز وتروح. قال له انت هتخليني اروح لوحدي؟ قال له خلاص هاجي معاك. قال له يلا بينا. قال له يلا بينا فين؟ انت رايح فين يا هبل؟ استنى. بيلبسه الحته اللي على الحبل وبيحلق له ويروق عليه. بنروح للحفله وبنشوف ماركو بيقول لجيني ترقصي معايا. بتقول له مش هقدر رجلي وجعاني. في الوقت ده راجو وبيم بيدخلوا الحفله والكل بيفضل يبص عليهم. لما بتشوفهم جيني بتروح جري على بيم. بتقول له ايه الحلاوه دي، انت شكلك حلو قوي في البدله. بيقول لها شكرا. بتقول له يلا عشان ترقص معايا. بيقول لها ما بعرفش ارقص. بتقول له هعلمك. وبتاخده وبترقص معاه وصاحبنا بيبقى على اخره منه فبياخد مزه من اللي واقفين وبينزل يرقص جنبهم وبيوقع بيهم على الارض. جيني بتروح عشان تحوش عنه لكن رجاله ماركو بيقفوا لها. بيقول لهم شوفوا على اخر الزمن حشره هنديه هيدخل يحتفل وسطنا وكمان هيرقص. انتوا من امتى بتفهموا في الرقص؟ تعرف تعمل زي كده يا ابني؟ انتوا شويه بهايم. وبيحرجوا قدام الناس كلها. في الوقت ده بيدق راجو الطبول وبيقول له قوم نوريهم يا صاحبي. وبيقول لمارك انت بتعمل حركات عبيطه زي تعرف ايه عن الرقص الهندي؟ وبيرقصوا هما الاثنين وبيقلبوا الحفله. محدش بيعرف يوقفهم عن الرقص فالكل بيبدا يرقص معاهم. بيرقصوا على رجل واحده والموضوع بيقلب
بيشيل التحدي. كل اللي بيرقصوا بيتعبوا وبيقعوا على الارض، ما بيفضلش غيرهم هما التلاتة. مارك رجليه بتتكسر وبيقع، واللي بيستمر راجو وبيم. بيم بيتعب وبيكون هيقع، وراجو بيشوف جيني بتشجع حبيبها بيم، فبيرمي نفسه على الارض عشان صاحبه يكسب قدامها، وبيكسب بيم. وهم مروحين راجو بيشيله على ظهره. بتقابلهم جيني وبتساله هو تعبان من راسه ولا ايه، بيقول لها لا ده بيحب يتدلع عليا كده. بتقول له انا كنت بدور عليه، هو ممكن يجي معايا البيت نشرب قهوه. بيقول لها هو ما عندوش مشكله، وبتيجي الفرصه لبيم. واول ما بيمشي معاها راجو بيبص على ظهر العربيه، بيفتكر ان كان لاتشو في صوابعه لون ازرق، وبيعرف انه كان شغال في ورشه دوب. بياخد المساعد بتاعه بيروح يلف على كل ورش الدوب. المساعد بيلمحه في الورشه، لاتشو بيحاول يجري منه ولكنه بيلاقي راجو في وشه. في الوقت ده بين بيوصل القصر وبيقول لجينا انا جعان. بتروح تجيب له الاكل وهو بيبدا يدور على مالي. لما بيلمحها في الاوضه بيجري عليها، بتقول له ما تسيبنيش هنا تاني، انا عاوز ارجع لامي واصحابي واهلي. بيقول لها ما تقلقيش انا هرجع لك تاني عشان اخدك، لكن دلوقتي مش هينفع. قالت له انا مش هستحمل اقعد هنا يوم تاني. بيقول لها وعد مني هرجع لك في الوقت المناسب واخرجك من المكان ده. بيسيبها ويمشي. بنشوف راجو بيضرب في لاتشو، بيقول له لو ما قلتش مين القائد بتاعك مش هيطلع عليك نار. بيقول له ده مش قائدي وبس، ده اخونا كلنا، وجي في مهمه هنا، وصدقني مهما حصل مش هتقدر توقف. مستحيل كلب خاين زيك يوقف اسد في مملكته. فبيقوم يكسر رجله بالعصايه. في الوقت ده بتقع منه السلسله على الارض، فبياخدها وبيفتكر حبيبته سيف. في نفس الوقت بتكون هي كمان بتفكر فيه. اهل القريه بيروحوا يسالوها ما بعتش ليك رسائل؟ قالت لهم لا. قالوا لها هو نسي وعده لاهل القريه كلها؟ طب سيبك مننا احنا، نسيك انتي؟ الظاهر ان الانجليز سيطروا عليه وبيسيبوها وبيمشوا. لاتشو بيكون تعبان من الضرب وبيشوف تعبان قريب منه، بيفضل يخبط له على الارض لحد ما التعبان يقرب منه فبيمسكه. بيرجع له راجو عشان يخليه يعترف، بيشده من قميصه وبيستغرب من الحبل اللي في رقبته. بيرمي لاتشو عليه التعبان فبيعضه في ايده، وراجو بيشيل التعبان بالعافيه وبيرميه بعيد. بيقول للاتشو ده تعبان شريتي ملوش علاج حتى عند الأجانب اللي اشتروه، قدامك ساعة بالظبط وهتموت. بيخرج راجل السكينة وبيروح عشان يقطع الحبل لكنه ما بيقدرش يقطعه. بيقول له خلي السكينة دي معاك ويقطع الحبل بيها، وأنا آسف على كل اللي عملته فيه. وبين بيكون بيحط الخطة للرجالة اللي هيجيموا بيها على القصر، وراجو بيسند نفسه بالعافية وبيروح يودع صاحبه قبل ما يموت. ولكن بين ما بياخدش باله منه، بيكمل طريقه. لكنه بيسمع صوت في الوقت ده فبيرجع جري، بيلاقي صاحبه اللي بيخبط. بيروح عليه جري وبيسأله ايه اللي حصل. بيبص على ايده وبيعرف ان اللي عنده تعبان شريتي. بيقول للرجاله هاتولي نعناع وفحم بسرعه. بيجيبوا له الحاجه وبيعملها له لكنه مش بيجيب نتيجه. بيقلع الحبل اللي في رقبته. زمايله بيقولوا له لا بلاش الحبل، قال لهم صاحبي محتاجه دلوقتي اكتر مني. وراجو بيفتكر ان ده نفس الحبل اللي كان لابسه ناتشو، فبيعرف ان صاحبه هو الشخص المجهول اللي كان بيدور عليه الفتره دي كلها. بياخده بيه مع البيت وبيقول له ما تقلقش انا معاك يا صاحبي. بيوصلوا للبيت وبيقول له خلاص ما تقلقش انت عديت مرحله الخطر، ساعه بالكتير ودمك هينضف من سم التعبان. وقبل ما امشي عاوز اعترف لك بسر، انا ما اسميش اكتر، انا اسمي الحقيقي بيم من عادل الاباد. جيت هنا عشان ارجع طفله خدها الملك من حضن امها. انا حبيت اقول لك عشان لو مت هنا تخلي الحبل المقدس ده ذكرى مني وتبقى عرفت عني كل حاجة. أشوفك بخير يا صاحبي. بيسيبه ويمشي. وراجل لما بيفوق بيكسر في كل حاجة حواليه، وبيكون محتار ما بين صاحبه الوحيد وما بين حلمه اللي فضل يعافر 4 سنين عشان يحققه. بنشوف بيم ورجالته هما بيوصلوا نقطة الإنجليز، وبيكون في حفلة هناك، وبين بيستنى الوقت المناسب وبيخش بالعربية عليهم بيكسر الباب. وفي منطقتهم بيكون في جنود كتير موجودين هناك. في الوقت ده اللي فوق العربية بيشيل الغطا وبيخرج الوحش بيم من وسط الحيوانات. بتبدأ الحيوانات تاكل في الجنود والحرس، وبيبدأ بيم يضرب فيهم واحد ورا التاني. بيلاقي جيني في وشه وبيهربها في العربية. في الوقت ده مالك بتخرج له، لكن الكلب ده بيمسكها بيرميها جوه القصر. بيقفل الباب عليها وبيحط المفتاح في ايده. بيم بيخش عليه وبيبدأ يكسر في عظمه وبيرميه للحيوان ده وبيخلص عليه. بياخد المفتاح. بيكون هيوصل للقصر بيسمع صوت بيناديه من ورا بيم، وبيكون صديقه راجو. بيقلب العربية اللي هو راكبها وبتيجي العجلة بيم بتوقعه على الأرض. بيروح لراجو ويسأله بيم انت لابس كده ليه يا صاحبي؟ قال له انت مطلوب القبض عليك بتهمة التحرض على الحكومة البريطانية. بيقول له انت ضابط شرطة؟ انا مش مصدقك. بيقول له تسلم نفسك احسن لك. بيقول له انت بتقول ايه؟ ما انا حكي لك انا جاي هنا ليه. بص في عينيا وانت بتقبض عليا وانا هسلم نفسي. لكن راجو مش بيسمع له وبيكون مصمم على اللي في دماغه. فبيم بيزقه بعيد وراجو كمان بيضربه، فالمفتاح بيقع منه. في الوقت ده بيم ما بيسيطرش على غضبه، فبيروح له وبيبدأوا ضرب في بعض. بيفضلوا الاتنين يضربوا في بعض. بيهجم النمر عليهم. راجو بيخلص على النمر، ولما بيرجع بيلاقي بيم اختفى وفي طريقه المالي، وبيلاقيها وبيكون في طريقه ليها. بيهجم راجو عليه بيضربه. بيكون خلاص هيقتله لكن ما بيهونش عليه. بيقلبه بيم وبيغرس الطلقات في قلبه. بيخرج الحبل اللي لبسهوله وبيلحقوا بيه قبل ما يهرب. وبيقول استسلم يا بيم لو كنت عاوز مالي تعيش. بيستسلم وبتعدي شهور وبنشوف راجو مترقي ضابط خاص. بعد ما قبض على بيم بيمسك مخزن الأسلحة وبيكون كده وصل لهدفه اللي منتظره وبيسعى له من 4 سنين. وبنعرف في الوقت ده ليه راجو خان بلده وبقى جندي إنجليزي. من 15 سنة فاتوا
كان أبوه راما مجمع رجالة القرية كلها بيدربهم، ولكن ما كانش معاهم أسلحة، كان بيدربهم بأسلحة خشب. هو الوحيد اللي كان معاه سلاح حقيقي. وبعد فترة من تدريبهم رجالة القرية بتشوف إنهم جاهزين وعلى أتم الاستعداد إنهم يشيلوا سلاح حقيقي. بيطلبوا من راما يديهم سلاح حقيقي. بيقول لهم زمان الإنجليز قتلوا مواطن هندي بالشاكوش لأنهم مستخسرين في الرصاصة تدخل في جسم هندي. إحنا بقى مش هنستخسر الطلقة في جسمهم، ولكن الطلقة دي ب14 روبية، لو ما دخلتش جوه قلوبهم هتخسر معانا، واحنا مش عاوزين اي خسائر. انتوا شايفين انكم جاهزين، ولكن انا بقول لكم لسه، ويوم ما اشوف انكم جاهزين هتلاقي الاسلحه في ايديكم. بنشوف مساعد راجو وهو بيساله انت هتجيب لهم منين اسلحه؟ انت مش معاك غير سلاح واحد وشويه رصاص قليلين. قال له ما تقلقش، الاسلحه هتيجي في ميعادها. ازاي؟ ما اعرفش. تاني يوم هما في التدريب راجو مش بيبقى قادر يشيل البندقيه الخشب. ابوه بيساله في ايه؟ قال له هقول لك بس ما تضربنيش، انا امبارح ضربت بالبندقيه بتاعتي. بيرفع ايده عشان يضربه، لكن سيتا بتقف قدامه وبتقول له انا اللي جبتها لك، وكمان ضرب بيها كويس جدا، حتى تعالى شوف بنفسك. بيروح معاهم وبيلاقي رصاصه في نص الهدف، ولا كانه قناص محترف. بيقول له انت متاكد انك ضربتها من هنا؟ سيتا بتقول له لا، ضربها من مكان ابعد بكتير. بيتصدم وبيكون فرحان جدا وبيعرف ان ابنه كنز بالنسبه له، لكن في الوقت ده بيعرف الانجليزي انه بيدرب اهل القريه فبيهجموا عليهم. بيواجههم راما لوحده وبيبدا يهرب باقي القريه. الرصاص بيكون خلص منه وبيكونوا هيهجموا عليه، لكن راجو بيجيله جري وبيديله صندوق الذخيره. بيعمر سلاحه وبيقتل فيهم واحد ورا التاني، لكن في اتنين بيطلعوا على الشجره بيقدروا يسيبوا راما بطلقه، والتانيه والتالته. وبيقول لراجو امسك البندقيه، بيمسكها وبيوجهها ابوه، بيبدا يقتل فيهم واحد ورا التاني بكل براعه. بتكون اخر مجموعه من القريه بيهربوا، بتكون من ضمن المجموعه دي امه واخوه، لكن اخوه بيجري واحد من الانجليز بيقتله. بترجع له امه لكنهم بيقتلوها هي كمان. بيموتوا الاتنين قدام راجو وابوه. بيكون راجو رايح لهم، ابوه بيقول لي اياك اي حاجه مهما كانت غلاوتها توقفك عن هدفك، ركز في هدفك، انت في ايدك ارواح القريه بالكامل. بيسيب امه واخوه بيكمل ضرب فيهم. قائدهم بيقول احنا لازم ننسحب ونغير الخطه، ولما بيرجعوا ابوه بيقول له انت لوحدك رجعتهم وخليتهم ينسحبوا. تخيل لو كل واحد من اهل القريه مسك سلاح، ساعتها ممكن نرجعهم على بلادهم. توعدني انك هتمسك كل واحد من اهالينا سلاح. قال له اوعدك يا بابا. في الوقت ده بيكون رجعوا الانجليز بخطه مختلفه، وراجو مش بيكون معاه غير طلقه واحده. ابوه بيقول له عشان تحقق هدفك لازم تضحي بحاجات كتير، اوعى تنسى الكلام ده. بيروح يسلم نفسه. القائد بيقول لهم شايفينه زي الكلب بينزف. في الوقت ده بيقول راما شد الاجزاء، صوب، اضرب، وبيقلع الغطا اللي عليه بيكون لابس ديناميت. وراجو بيضرب اخر طلقه في الديناميت، بيفجر ابوه بالجنود كلهم عشان ينقذ اهل قريته من الموت. بتمر السنين وبيكبر وبيقرر يسافر عشان الوعد اللي اداه لابوه. بيودع سيتا وبيديها نص السلسله وبيخلي النص التاني معاه. اهل القريه بيكونوا كلهم حواليه، بيقول لهم وعد مني مش هرجع غير وانا جايب سلاح لكل واحد فيكم. بنرجع للحاضر وبيبعت رساله لحبيبته سيتا بيقول لها انا وصلت لحلمي اخيرا وترقيت ضابط خاص ومسكت مخازن الاسلحه، وقريب جدا هرجع ومعايا الاسلحه اللي وعدت بيها كل اهالينا. انا عملت المستحيل عشان اوصل للاسلحه، كنت اعز صديق ليا عشان اوصل للمرحله دي، والحقيقه ندمان على خيانتي ليه لانه ما يستحقش غير كل خير. يا ريتك كنت معايا عشان تدليني على الصح وتقولي لي اعمل ايه. هبعت لك تاني جوابات، خلي بالك من نفسك. بعدها بيروح للحاكم سكوت بيقول له اللي انت عملته زود ثقتي فيك، انت انقذتنا كلنا من الوحش ده، انا عاوزك تعاقبه اسوأ عقاب، عاوزك تعاقبه في ميدان عام قدام الناس كلها عشان يبقى عبره لغيره، ولازم تخليه يرقع قدامي وترجاني عشان اعفو عنه. بيعملوا اعلان في دلهي بالكامل، وراجو بياخد بيم وبيطلعوا على المسرح وبيقول الخاين هيتعاقب عشان كل جرائمه اللي ارتكبها، واللي هينجيه حاجه واحده، انه يرقع للحاكم ويترجاه عشان يسامحه. ارقع يا بيم. ولكن بيم ما بيرقعش، بيفرد الكرباج وبينزل بيه على ظهره، وبيم واقف زي الاسد، وراجل بيتمنى ان صاحبه يرقع عشان ما يعذبش فيه اكتر. بنشوف لادا وهي بتقول له فين الدم. بتقول له لادا فين الدم، انا عاوز اشوف دم. راجو بيستمر ضرب فيه لحد ما بيخليه ينزف. بتقول له لسه ما ركعش، لسه هيكمل ضربه. بتقول له استنى، خد الكرباج ده احسن وجربه في العمود الخشب الاول. فعلا بياخد الكرباج المليان مسامير وبيضرب بيه العمود الخشب بيفرتكه. الكل بيتصدم وجيني ما بتكونش عارفه تعمل ايه عشان تساعده، وراجو ما بيكونش في ايده حاجه غير انه يضربه. بيبدا ضرب فيه وبيبدا بيم يغني ولا كأن في حاجه. بيفضل يقطع في جسمه بالكرباج وبيكون في منتهى الحزن على صاحبه. بيفضل ينزف لحد ما بيغرق الارض دم، ورغم كل ده بيم ما بيرقعش للحاكم. الشعب بيكون في منتهى الغضب من اللي بيحصل. بيرموا بيم على الارض فبيغمى عليه. الشعب ما بيقدرش يسيطر على غضبه وبيجري على الحكومه البريطانيه. وراجو بيجري على بيم وما بيكونش مصدق انه عمل كده في صاحبه. بيشيله ويسلمه للشرطه. الكل بيمشي ولكن راجو بيفضل واقف مكانه وما بيكونش عارف هيتصرف ازاي. بيجي المساعد بتاعه بيقول له اخيرا جه الدور عليك،
عشان تسلم الأسلحة. أخيرا هنحقق حلمنا ونرجع لقريتنا بالأسلحة. بيفرح ولكنه بيفتكر بيم. بيقول للمساعد للأسف الحاجة الصح بتيجي في الوقت الغلط. بيم هيتعدم بكرة، أنا لازم أهرب مالي وأديها له وأهربهم سوا. بيقول له أنت أكيد اتجننت، واللي بقالنا هنا 4 سنين علشانه، أنت لو عملت كده هتضيع كل حاجة. بيقول له مش مشكلة، أنا عندي استعداد أقعد 40 سنة لكن مش هسيب صاحبي يموت. كنت فاكر لما مسك الشعب سلاح هيحس بالقوة، ولكن بيم بأغنية واحدة حرك مشاعر الشعب وقلب الدنيا عليهم. هو ده السلاح الحقيقي اللي المفروض نحاربهم بيه. أبويا طلب مني أمسك كل واحد سلاح، ولكن بيم خلاهم يحاربوا وكسبوا بدون سلاح. بيقول له بس لو انت قربته اكيد هيقتلوه. بيقول له ساعتها هموت وانا مبسوط. وبيمشي. بيجي اليوم اللي هيتعدم فيه بيم، والحاكم بيروح يقول له النهارده اخر يوم في حياتك، يلا جهزوه عشان يتعدم. راجو بيقول له امرك. بيقول له قبل ما يموت لازم اشوف الخوف في عينيه، هتعرف ولا هتخيب املي زي المره اللي فاتت ما خلتوش يرقى عليه. بيقول له شخص زي ده عشان نشوف الخوف في عينيه لازم نقتل مالي قدامه، لان دي الحاجه الوحيده اللي هتهزه، لان كل اللي عمله ده كان عشان خاطرها. بيم بيترعب والحاكم بيقول له برافو، هو ده المطلوب. بيروح راجو مخزن الاسلحه وبيبوظ الطلقات قبل ما يدي الأسلحة للجنود عشان ما يعرفوش يضربوا بيها. بعدها بياخدوا بيم من الحبس وبيركبوه العربية. مساعد راجو بيرمي البيم موس في ايده، وهما في الطريق بتعدي العربية اللي فيها بيم، وقبل ما تيجي باقي العربيات راجو بيكون نصب لهم كمين، ولكن الحاكم بيطير في الجو بيضرب طلقة في العربية بتتقلب بيهم. مالي بتطير لبعيد وهو بيترمي على جذع شجرة بتخش في ظهره. في الوقت ده بيم بيكون قطع الحبل وبيبدأ يكسر في الجنود اللي حواليه، ولما بيحاولوا يضربوه بالأسلحة ما بتكونش شغالة معاه. في الوقت ده الحاكم بيجري ورا مالي، ولكن البطل راجو بيوقفهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. ومالي بتوصل لبيم في الوقت ده آخر جندي بيكتشف إن الطلق اللي في البندقية بايظة، فبيغير الطلق بطلق سليم وبيقنص على مالي، لكن راجو بياخد باله وبيجري ناحية مالي، وبيم بيفكر إنه بيجري ورا مالي عشان يضربها، فبيجري عليه عشان يضربه، لكن راجو بيضرب الجندي وبيم بيضرب راجو، بيوقعه على الأرض وبيغرس الخشبة دي جنبه، ما بيرضاش يقتله، بيسيبه ويجري. وراجو بيمسك الجنود اللي بتجري ورا بيم وبيوقعهم على الأرض وبيفضل يعطل فيهم لحد ما بيم يهرب. بيكون راجو محبوس وبيروح للحاكم. ادوارد بيقول له انت لسه عندك امل انك تخرج وتحقق حلمك، انت قدامك ايام وتموت من الجوع. بيقول له مش مهم، المهم افضل عافر لحد اخر نفس في حياتي. الحاكم بيحس بالقلق وبيقول له من النهارده سجنك هيتغير ووريني هتحرك ازاي. بيرموه في زنزانه على قد جسمه بالظبط، لكنه بيفضل يتمرن برضه. بيم ما بيكونش عارف يتحرك بمالي لان الشرطه بتكون قلب الدنيا عليه، بيكونوا خلاص هيوصلوا لبيم، لكن سيتا بتكون بتصلي جنبهم وبتعرف ان بيم هربان بمالي، فبتخرج لهم بره بتقول له تعالى فتش هنا، بس خلي بالك المكان كله مصاب بالجدري. بيقول لها بعيدة عني وبيضربها وبيمشي، والجنود بتفضي المكان. بيم بيروح لها بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له ما تقلقش انا كويس. بيقول لها انت شخص كويس جدا، من غير ما تعرفينا خرجت وانقذت حياتنا. بتقول له خطيبي كان دايما يقول لي لازم نضحي ونخاطر عشان غيرنا يكمل، تعالوا اتفضلوا جوه. بتجيب لهم اكل وبتاكل مالي، فبيقول لها انت ازاي بتعاملينا كده وانت حتى ما تعرفيش احنا مين؟ هو انت مين؟ بتقول له انا اسمي سيتا وجدي لي عشان خطيبي. بيقول لها هو عايش هنا؟ بتقول له لا شغال في الشرطه مع الانجليز، وهي بتميل السلسله بتاعتها بتبان. بيم بينصدم وبيكونش مصدق انها سيتا حبيبه راجل. كلهم بيفضلوا مركزين معاها مصدومين. بتقول لهم ما تقلقوش انا خطيبي شخص كويس جدا، مش زي ما انتوا فاكرين، خطيبي مش بيشتغل مع الانجليز حبا فيهم، في الحقيقه هو مزروع وسطهم لهدف معين. تبدا تحكي لهم قصه القريه زمان بالكامل. الكل بينصدم ومحدش بيكون متخيل ان القصه دي حصلت فعلا. بتكمل كلامها وبتقول لهم بعد ما وصل للأسلحة وقع في حيرة ما بين إنه ينقذ صاحبه اللي هيتعدم ولا يحقق حلمه وحلم أبوه، فاختار إنه ينقذ صاحبه واللي يحصل يحصل، وفعلا أنقذ صاحبه، لكن بعدها اتقبض عليه، والحكومة بعتولي جواب عشان هيتعدم بكرة، طلبوا مني أجي هنا عشان أستلم الجثة. بين بينصدم وبيكونش مصدق كل اللي بيحصل واللي حصل واللي عمله في صاحبه من غير ما ياخد باله، فبيقول لي سيتا أنا جيت هنا عشان أنقذ مالي، ولكن خطيبك جه هنا عشان ينقذ الهند كلها. أنا اللي دمرت خطيبك، أنا اللي ما فهمتش صاحبي ودمرته بإيدي، أنا اللي ضربته بإيديا دول ورميته في ايد الكلاب وكتبت موته بايدي، ولكن اللي فات مات يا سيدي، انت بقالك 4 سنين مستنياه، وعد مني هرجع لك راجو حتى لو ده كلفني حياتي. بيسيبها ويمشي ويروح للسجن ويفضل يدور على صاحبه، لكنه ما بيكونش عارف انهي زنزانه، فبيخبط على الارض. راجو بيفهم الخبطه ويبدا يرددها عشان بيم يعرف مكانه، وفعلا بيوصل له بيم وبيقول له سامحني يا صاحبي، سامحني على كل اللي عملته فيك من غير ما اعرف، ما كنتش اعرف انك بتعمل كده وكل ده لصالح البلد. وبيفضل يعيط قدامه بيقول له اهدى، انت عرفت كل ده منين؟ بيديله السلسله، بيقول له سيتا انت قابلت سيتا؟ بيقول له ايوه قابلتها وقالت لي الحقيقه بالكامل. بيحط نص السلسله في رقبته وبيقول له انا وعدت سيتا اني هرجعك ليها يا صاحبي، هرجعك حتى لو اضطريت اني احرق المكان ده بالكامل. بينزل يكسر الباب بايده، بيخرجه ويشيله على كتفه لانه مش قادر يتحرك من قعده السجن، واللي بيقف قدامهم بيكسروا عظمه، بيطلعوا على برج النور، بيخلصوا على السجن بالكامل وبيخرجوا منه.
الحاكم بيعرف اللي حصل، بيبعت لهم قوات للغابة، وبين بيعالج مفاصل راجو بالأعشاب وبيروح للصنم المحارب ويفضل يصلي له. الجنود بيكونوا حواليه من كل اتجاه وهو مش واخد باله منهم. بيجي عليهم سهم من بعيد وبيجي في عين الجندي، بيبص بين بيلاقي راجل اللي ضرب السهم، بيقول لهم زمان كنا بنهرب منكم، النهارده انتوا اللي هتهربوا مننا. بيرمي سهم عليهم بيولع في الغابة بالكامل، لكن الجنود بتزيد، لكن ده مش بيفرق معاهم. بيبدأ يصطاد فيهم واحد ورا التاني وبيرمي رمح في المية. بين بياخد الرمح وبيطلع عليهم زي الأسد من تحت المية، بيبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني، وراجو بياخد القنابل يحطها في السهم ويبدأ يفجر فيهم. بيفضل بين وراجو يقتلوا في الجنود اللي قدامهم واحد ورا التاني وبيخلصوا على الجيش بالكامل. راجو بيقول له يلا بينا نخلص على الأسد في عرينه. راجو بيركب الحصان وبين بيركب موتوسيكل، بيضربوا عليهم بالمدافع من فوق لكنهم مش بيتصابوا. بيعملوا خطة وراجو بيولع في الموتوسيكل وبيرموه في مخزن الذخيرة. القصر بالجنود اللي فيه بيتدمروا بالانفجار. مرات الحاكم بتموت موتة بشعة. بين بيخش مخازن الأسلحة بيخرج كمية أسلحة كبيرة. بيضرب راجل الحاكم بسهم في كتفه قبل ما يعمر سلاحه، بياخد منه الطلقة. بيقول له الطلقة دي اتصنعت في إنجلترا، دخلت سفن وعبرت بحور عشان توصل هنا. الطلقة دي بالنسبة لك أغلى من حياة مواطن هندي، إزاي هترميها كده بسهولة؟ بيم رجعها له تاني لكن رجعها في قلبه. بيم بيضربه برصاصة في قلبه. راجو بيرجع لسيتا وسيتا بتشكر بيم. بيم بيروح لجيني وكالعادة ما بيعرفش يتكلم معاها فبتاخده بالحضن، وراجو بيوفي بعده وبيسلم الأسلحة للأهالي. وهنا بينتهي الفيلم. في الختام سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.